السلام عليكم كبيدات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا غبت عليكم هذه مده ما صورت لكم حتى شي حاجه. كنت غايبه لواحد الظروف ولقيتوني هاد النهار هذا غادي ندير واحد العشيوه اللي هي خفيفه. يعني كيف ما انا خلاص، انا كان يعني عندي اوبليجي ضروري المرقه بالليل، وهاد النهار هذا قلت شويه نبدل نختلف، ندير حويجه اللي هي ناشفه وفي نفس الوقت شي حويجه مختلفه هكا يعني مزيونه. لقيتوني غادي ندير عندي هنايا كما كتشوفوا هذا الدجاج مقطعه ستيك. انا هنا دايره لواحد الشاميله اللي هي دايره الصوجا ودايره عصير ديال الحامض ودايره جوج فصوص ديال الثومه مليحه والابزار. هذا باش تبلتو. اللي عندها تتبيله ديال الدجاج تستعملها، اللي عندها تتبيله ديال شاورما يعني كتماشى معاه تستعملها، اللي عندها داك العطور يعني وكطيب بهم وكتستعملهم لا في الدجاج ولا في كفته ولا هذا حتى هما تستعملهم. نتوما عارفين الدجاج كيتواتر المذاق ديالو مع اي لوغو الصراحه، مع هاد العطور خاصه اللي ولاو دابا تيتباعوا في الاسواق كيتواجدوا بكثره ومخلطين، فما كتحتاجش نتا تبقى دير زعما كل حاجه بوحديتها. صافي كتاخذ العطريه مجموعه، المهم اللي تيعرف يديرها بوحديتها، اللي يعني كل حاجه بوحديتها، اللي ما تيعرفش خلاص راهم متواجدين كل واحد ليه الاختيار. وهنا كما كتشوفوا انا قطعت بطاطا على هذا الشكل هذا، غادي نستعمل بطاطا فريت. قلت نبدل شي شويه من بطاطا خلاص على الشكل الطولي، درتها هكا مربعات، غير نبدل شويه المنظر باش غادي نوجد معكم واحد لو بلا غزال. هانتوما غتشوفوا ان شاء الله الدريساج ديالو يعني في التالي. دابا انا زربت عليكم، لقيتوني كنت كنوجد وقلت علاش لا اللي ما نتشاركش مع المتتبعات ديالي الغزالات. هاد العشيوه هذه خفيفه ما كتكلفش بزاف ويعني كلشي فيها سهل وبسيط. هنايا عندي غادي نوريكم عندي لي بات، عندي المقرونيه ديال الجعبه، ها هي رديتها كتسلق مليحه وزويته بطبيعه الحال، وغادي ندير لاصوص بيشاميل حتى هي. المهم ها نتوما معايا. صافي هنايا كيف ما شفتوا عندي هنايا لي بات جعبه، ها هي كتسلق رديتها راها علين توجد. غادي توجد لي بات هي الاولى وغنحطها، من بعد غادي نوجد لاصوص بيشاميل ونحطها، ابخي غادي نقلي الفريت، ومن بعد الدجاج هو اخر حاجه. وهنايا البنات كنولي نرجع لكم. هنا انا صافي كنت لي بات سلقوا ولي فريت ديال لي فريت ديالي ها نتوما كما تشوفوا هما صافي وجدوا، هما باقيين تيكملوا. هنا انا صوبت لاصوص بيشاميل، انا تعمدت نديرها هنايا انا ثقيله. لاصوص بيشاميل خلاص راه هي غنيه على التعريف. هنا كندير فيها انا سطر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، كدير معلقه كبيره ديال الزبده هي الاولى، ومن بعد كدير فيها 2 معالق ديال الطحين مليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكوزه خلاص الا كانت عندكم، ما كانش عندكم بلاش. صافي كتخوي الحليب من بعد وتحرك كلشي. ومنين ساليت انا لحت فيها 3 ديال الطرفات ديال الفرماج كيجيبوها لداب. صافي وهنايا انا كنحمر الدجاج ديالي. وكما كتشوفوا هنايا معايا الدجاج ديالنا من بعد ما تحمر انا كنهزو كما شفتوا، انا حمرته هنايا في الزبيده كما وريتكم، وكنحطو هكا في هاد الكلينكس هنا باش كنشفو هكا. وكما كتشوفوا كان هذا هو الطبق، هذا هو الطبق ديالنا، هذا هو العشاء ديالنا خفيف. كما كتشوفوا هنايا لي بات اللي قلت لكم سلقت وخلطتها بلاصوص بيشاميل. هذه الفريت ديالنا اللي قطعت على هذا الشكل هذا، وهذا الستكات ديال الدجاج ديالنا. شوفوا كيفاش يجي، شوفوا لي على هذا المنظر هذا، وبالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من البارطاج ومن لايك ديالكم باش ان شاء الله دائما نوصلكم الجديد. وشكرا لكم، بالصحه والراحه.